المغاربه دابا الاخوان ولاو تيقولوا واحد الكلمه، تيتلقاوني تيقول لي ايام كانت زينه السي بن كيران، وانا ما عقلتش بلي ايامي كانت زينه لهذ الدرجه، كانت ما بها شيء. ولكن دابا لا بغينا نقولوا التخيل الشعبي ولا غادي في هذا الاتجاه، انه العداله والتنميه على الاقل في المرحله الاولى كان كذا وكذا 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 وكذا، وهذا شيء مهم جدا. كيقولوا لي بغيناك ترجع للسن كذا، قلت لهم سا ديبون با دو موا، سا ديبون دو فو. هما اللي الا بغاوني نرجع خصهم ينوضوا هما يخدموا. واش انا دابا غنمشي نرغب المغاربه نقول لهم عافاكم ردوني ولا نرغب جلاله الملك؟ انا ما باغي نرغب حتى واحد، كون معكم زعما واضح وضوح الشمس في الظهيره. لا بغاو المغاربه العداله والتنميه ماشي بلا يمكن ضروره، لان سيدنا هو اللي كيختار شكون اللي غادي يكون الرئيس ديالو. خصهم ينوضوا المغاربه يفيقوا من النعاس. كيقول لك سميتو كذا، والله اش تيقولوا يدعوا معاك الله يسهل عليك. في الانتخابات الحمله الانتخابيه ديال الاولى قال لي شي واحد الله يسهل عليك، تقول الله يسهل عليك انت، ما انا الله سهل عليا الحمد لله، فهمتيني ولا؟ كلشي اللي خصني عندي، ولكن انت شوف واش بغيتيني انا نكون نائب ديالك ولا لا. يشوفوا المغاربه واش باغيين العداله والتنميه. الا كانوا باغيين العداله والتنميه ما يكفيهمش يبقاو يدعوا معنا مزيان. اللي قال سيدنا عمر، كان كيحكي هذه القصه السي الله يرحمه، قال لك سيدنا عمر لقى شي امراه جالسه كتدعي الله تعالى باش يداوي الله الجمل ديالها من الجربه. قال لها لولا اضفت الى دعائك شيء من القطران، ديري شويه القطران ادعي الله تعالى، ما انت غير كتدعي الله تعالى. يعني هذا لا ينسجم مع المنهج الاسلامي. المنهج الاسلامي فيه الاخذ بالاسباب ثم التوكل والدعاء. اذا فانا اقول على المغاربه باش نكون معاهم صريح، راه العداله والتنميه ما شيء لا بغيتيوه بارك مسعود، ما بغيتيوش على خاطركم، لكم واسع